قبل ما اتكلم يا جدعان عن البسيوني اللي هو هيحكم ماتش بكره بين الاهلي والزمالك، عايز اقول لك ان هو عمل مصيبه اصلا في ماتش القمه بين الزمالك وبيراميدز لما الكوره جت في ايد الونش وهو طاير، وكانت ضربه جزاء صحيحه بنسبه مليون في الميه وما حسبهاش. دي كارثه اصلا. وعايز اقول لك كمان ان هو تقريبا في ماتش غزل المحله بعد تصريح طلعه حد من مسؤولي غزل المحله، طلع قال لك ان انا بميل للابيض. بميل للابيض اللي هو نادي الفستان الابيض، يعني عايز يتجوز. طبعا بيميل لنادي الزمالك. دي حاجه. الحاجه الثانيه يا جدعان ان نادي الزمالك اصلا لما اشتكى قبل كده علشان يجيب حكام اجانب، هو اللي كان بيشتكي وكان بيدعي من المظلوميه. يا جدع ده من يومين ان الكابتن احمد حسام ميدو طلع قال لك المظلوميه ومش المظلوميه ومش عارف ايه، واحنا بنتظلم من التحكيم ولازم تحكيم اجنبي، ولازم مش عارف الاتحاد ورابطه الانديه يبقى ليهم وقفه مع التحكيم، وعايزين لجنه حكام اجانب علشان تشرف على على الدوري المصري، لان لازم يبقى في عداله ومش عداله والكلام ده. عايز اقول لك ان العداله ديت تبقى احنا في رمضان، مش عايز اكمل. ولكن يا جدعان عايز اقول لك تعالى بقى كده نعيد تاريخ الزمالك القذر مع الحكام. اولا البنا هو اللي اتوقف بسبب ماتش في الزمالك، محمد عادل اتوقف برضه بسبب ماتش مع الزمالك، الواقعه الشهيره بتاع المكالمه وبتاع ابراهيم فايق، انا مش فاكر اللي حصل بين عادل وبين ابراهيم فايق. تعالى دلوقتي الكوره بتاعت اسمه ايه ده، البسيوني طبعا اللي عمل معاه الكوره بتاعت اللي انا لسه قايلها دلوقتي مع ماتش بيراميدز. فالزمالك يا جدعان اكتر فريق بيستفاد من التحكيم، وفي حكام كتير بيشتكي منهم وهم اللي بيتوقفوا، انت فاهمني. ودلوقتي مش راضي يجيب حكام اجانب، ان النوس مش عايز يجيب حكام اجانب عشان يوقف المنافسه بين الاهلي وبيراميدز، لان هو كده كده اصلا بره المنافسه. الزمالك كده كده مش هينافس. قال لك اعمل ايه بقى؟ اروح معطل الاهلي علشان بيراميدز هو اللي ياخد الدوري والعب بحكام مصريين، وفاكر ان هو بيشتغلنا، وان هو طبعا هيقول لك معيش ماديات عشان معيش ماديات عشان اجيب حكام. معيش، مش انت لو معكش ماديات امال هتجدد للاعيبه ازاي؟ هتيجي تتكلم في الاولويه واللاعيبه اولى؟ لا يا حبيبي، اللعيبه متعوده اصلا منك ان هي اصلا تيجي ما تاخدش فلوس تروح تشتكيك، فكده كده مشكله اللعيبه محلوله. هي اللعيبه يا معلم انت عارف بتيجي عندك بتروح تشتكيك في الفيفا، فانت مش هتدفع لهم وهيشتكوك كالعاده. انما انت تقول لي اولويه؟ ده انت بقالك 100 سنه بتدعي المظلوميه، وده ماتش قمه، واهم حاجه ان هو يا عم ان انت تكسب الماتش ده وما تبقاش مظلوم فيه. فالمفروض تجيب حكام اجانب. تيجي دلوقتي تقول لي حكام مصريين، وانت بنفسك اللي كنت بتطلع تقول مش عايز حكام مصريين. طب انت وافقت دلوقتي ليه؟ ده قانون خالتك ولا قانون عمتك؟ النظريه واضحه يا جدعان. ولكن انا بالنسبه لي مش فارق معايا الكلام ده، حكام مصريين حكام اجانب، لعيبه الاهلي تبقى رجاله مركزه، كولر يبقى مركز وينزل بالتشكيله الصح، نلعب وندوس ان شاء الله هنكسب. وتبا لكل دول على دول، واحنا نطلع منهم سالمين لان احنا دول طيبين.